يعني عارفين ان حصل احداث حتى على مستوى الطلبه في بورسعيد ودمياط، والمشاكل اللي حصلت في المدينه الجامعيه في بورسعيد والطلبه، والاحتكاك اللي حصل بين الجرين ايجلز وبين الطلبه اللي في المدينه الجامعيه. دلوقتي الناس البورسعيديه اللي هم ما لهمش ذنب، يعني ممكن يبقى الطلبه البورسعيديه اللي رايحين يمتحنوا في دمياط لا هم جرين ايجلز ولا هم راحوا عند المدينه الجامعيه ولا هم اتخانقوا ولا اي شيء، بس كل مصيبتهم ومشكلتهم ان هو بورسعيدي، فالحابل بيتاخد بالنابل. فشايفين انه في عربيات اهوت وتامين بيتم لطلبه بورسعيد وهي متجهه الى دمياط عشان تؤدي امتحاناتها في دمياط، بيبقى في تامين بهذه الصوره من قوات الشرطه حتى يصلوا الى لجانهم في دمياط دون احتكاكات نهائيه. نتمنى ان الكل يقدر المسؤوليه في هذه الفتره، فلننتظر الحكم يوم 26 يناير دون احداث اي احتكاكات، لان في النهايه لا قاضي هياخد، يعني لو بورسعيد والقاهره الاثنين ولعوا القاضي مش هيفرق معاه هو بياخد حكمه، يعني مش هيقول بورسعيد ولعت فهبرئهم المتهمين، ولا هيقول القاهره ولعت فلازم اعدم المتهمين. في النهايه القاضي ملوش دعوه بكل التفاصيل، والقصص دي لا تؤثر الا في الشارع، ولا تؤثر الا على البشر، ولا تؤثر الا على المواطن وعلى الناس. يعني في النهايه القاضي مش هيتاثر بكل ده على الاطلاق. محافظة بورسعيد حيث تحركت مأمورية خاصة من مديرية أمن بورسعيد لتأمين طلاب بورسعيد بكليات ومعاهد دمياط استجابة لطلبات أولياء أمور طلبة بورسعيد المقيدين بكليات الحاسب الآلي والهندسة والآداب بمحافظة دمياط، وذلك لتأمينهم أثناء أداء الامتحانات ذهابا وإيابا. حيث أكد اللواء محسن راضي مدير أمن بورسعيد على أن عملية التأمين تتم بالتنسيق بين مديريتي أمن بورسعيد ودمياط بشكل جماعي. تأتي عملية التأمين بعد تلقي العديد من الطلاب لتهديدات بتعرضهم للانتقام من ألتراس أهلاوي على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمام مدينة الطلاب بورسعيد وأصيب خلالها 71 شخصا. ينضم إلينا من هناك مراسلنا محسن العشري. محسن؟ نعم. يعني بداية كيف هي الأحوال في بورسعيد اليوم؟ تسود محافظة بورسعيد حالة من الاستقرار التام، وتشهد حالة الأجواء بصفة عامة حالة من الهدوء، حيث أن المحافظة تتمتع يعني بحالة من الطمأنينة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها في نهاية الأسبوع الماضي. وبالفعل قام اللواء محسن راضي مدير الامن بمحافظه بورسعيد بالاشراف على عمليه تامين سفر الطلاب الدارسين بكليه الاداب بمنطقه الاعصر في مدينه دمياط وبمعهد الحاسب الالي براس البر، حيث تجمع الطلاب امام مبنى كليه التربيه النوعيه بحي المناخ في بورسعيد في حوالي الساعه 8:30، واستقلوا سيارات ميكروباص وعدد من اتوبيسات الميني باص، وتحركت القافله عبر منفذ جمرك الجميل في حراسه خدمه امنيه وحراسه من قوات مديريه امن بورسعيد، وذلك حتى الحدود الاداريه الفاصله بين المحافظتين بمنطقه قريه ديبا غرب بورسعيد. وبعد التنسيق مع مديريه امن دمياط باستكمال متابعه التامين الجماعي خلال اداء الطلاب لامتحاناتهم وعادتهم سالمين لمحافظه بورسعيد. من جهه اخرى صدر بيان عن جرين ايجلز ألتراس النادي المصري على موقعه على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تعهد خلاله بمتابعه الموقف وموضحا انه لن يهدأ حتى يتم عوده الطلاب بسلام الى بورسعيد، وطالب اولياء امورهم بعدم القلق، لان كل ما يهم ألتراس المصري هو الحفاظ عليهم لانهم جزء من بورسعيد، واكد على انه سيقاتل على سلامه كل من ينتمي الى مدينه بورسعيد باسله. وشدد بيان ألتراس جرين ايجلز للنادي المصري على أنه سيحمي كل ما هو بورسعيدي. وأعلن الألتراس المصري عن أن موقفه من طلبة دمياط بورسعيد أنه لن يتم المساس بأي طالب محترم من أبناء أهالي محافظة بورسعيد الشقيقة من أهالي محافظة دمياط الشقيقة. وأكد الجرين إيجلز على أن مدينة دمياط ومدينة بورسعيد كيان واحد وكيان مصري واحد وتآمن بين أهالي المحافظتين، وأكد موضحا أن أهالي دمياط يفهمون جيدا مدى عمق العلاقة الوطيدة بين أهل دمياط وأهل بورسعيد، وهذه علاقة جيرة وعلاقات نسب وعلاقات قرابة وجذور عائلية بين محافظة دمياط ومحافظة بورسعيد. طب محسن،
وأشار بيان إلى أن ما يتم الآن وما يحدث ما هو إلا عبارة عن تنافس ليس له بين جروب وجروب آخر منافس له، وليس له أي علاقة بين أهل دمياط وطلابها المحترمين. يعني نتمنى أن الأمور يعني يسودها الهدوء ولا تحدث أي حوادث أو وقائع. أود أن أسألك محسن عن حالة الطقس في بورسعيد. يعني هناك أنباء يعني تقول ان الفترة اللي جاية والساعات القادمة القليلة هتشهد انخفاض في درجات الحرارة. تحديدا كيف هي حالة الطقس في بورسعيد، وتحديدا ولا سيما في الميناء يعني في الموانئ؟ بالنسبة لحالة الطقس في بورسعيد فنحن الآن نحن نمر بمرحلة نوة شتوية تمتد لمدة حوالي ما لا يقل عن 3 أيام، وتم غلق ميناء الصيد لارتفاع سرعة أمواج البحر. وأما بالنسبة لميناء شاطئ بورسعيد فحركة عبور القوافل السفن العابرة لمجرى الملاحة بقناة السويس لا تتأثر بمثل هذه الأجواء، والحالة بصفة عامة في قناة السويس مستقرة والقوافل تسير منتظمة في مواعيدها. أود أن أشير إلى نقطة مهمة بالنسبة للأجواء المناخ السياسي والأحداث بصفة عامة، خصوص الأحداث المؤسفة التي مرت بها محافظة بورسعيد الأسبوع الماضي، حيث أنه فشلت الجهود التي عقدت لمبادرة المصالحة بين الجرين ايجلز ألترا النادي المصري واتحاد طلاب جامعة بورسعيد، حيث لم يتفق الطرفين على تحديد مكان الصلح، وحيث يعني يؤكد ألترا النادي المصري على مطلبه بضرورة تقديم اعتذار رسمي لشعب بورسعيد وإجراء تحقيقات مع الطلاب المتسببين في الأحداث والاشتباكات. من جهة أخرى اقترح وسطاء أن يتم عقد مبادرة الصلح في مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد أو مديرية الأمن كحل وسط توافقي لإنهاء حالة الاحتقان للأزمة، وذلك برعاية كل من اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد واللواء محسن راضي مدير الأمن. أشكرك شكرا جزيلا محسن العشري مراسلنا في بورسعيد.